انت تعرف ان ربنا خلى الشيخ الحصري سبب في انقاذ القرآن من التحريف؟ في الستينات الشيخ الحصري كان موجود في الكويت، وربنا جعله يقع تحت ايده نسخة مزورة من القرآن الكريم كانت محاولة لتحريفه. وأبرز ما وجد كلمة غلت أيديهم، وكان متشال منها النقطة فبقت عالت أيديهم في إشارة لليهود. والنسخ دي انطبعت في مطبعة صاحبها يهودي، والمصحف ده كان فخم جدا لدرجة إن غلافه كان فيه نسبة من الذهب. الحصري بعدها رجع مصر على طول، والأزهر ووزارة الأوقاف قلبوا الدنيا عشان يشوفوا حل للمشكلة دي، لغاية ما وصلوا إن هم يعملوا إذاعة للقرآن الكريم يتقري فيها القرآن طول الوقت. وبعد كده اختاروا الحصري، وبدأ أول بث للإذاعة سنة 64. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ويوم 24/3 اتعمل فيها تجربة، اتذاع فيها سورة البقرة وآل عمران، وبعدها بيوم واحد بدأ البث الرسمي لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وفضلت بعدها بسنين شغالة بصوت الحصري لوحده لحد سنة 67 بدأ ينضم له المنشاوي والبنا والمقرئين اللي كلنا عارفينهم ومتربيين على صوتهم. والناس من كتر فرحتهم بإحباط محاولة التحريف دي قالوا إن القرآن الكريم اتجمع 3 مرات، مرة في عهد أبو بكر الصديق، ومرة في عهد عثمان بن عفان، والمرة الثالثة في مصر في عهد الشيخ محمود خليل الحصري. لو عجبك المحتوى ما تنساش تدعمنا بلايك وتشرفنا باشتراكك في القناة.